السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الأول الثانوي. النهاردة هنشرح معاكم قاعدة من أصعب القواعد في اللغة الإنجليزية، وكثير من الطلاب بيشتكوا فيها. ولكن النهاردة بفضل ربنا علينا هشرحها لكم بطريقة مبسطة جدا ومن غير تعقيدات كتيرة. وان شاء الله النهارده كل اللي انا طالبه من حضرتك تمسك كشكولك الحلو الجميل وتكتب معايا ملاحظاتك. الحاجات اللي هقولك ركز معايا فيها تركز، الحاجات اللي هقولك يا ريت تحفظها هتضطر تحفظها باذن الله. هي قاعده من القواعد مش السهله، ولكن باذن الله هخليها لك اسهل ما يمكن، وهتبقى القاعده دي باذن الله في جيبك. وبعدين لو ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل فيديوهاتنا القادمة بإذن الله. ومع ذلك هشرحها معاك بطريقة سهلة وهوريك ازاي تحلها وأمثلة كتير. وبعد كده الفيديو ده لو جاب لايكات كتير اشتراكات ده هيشجعني ان انا احل معاكم من كتاب المعاصر، وهو افضل الكتب في الحل على القاعدة دي بإذن الله. متقلقوش، القاعدة دي سهلة وبسيطة وهبسطها لكم النهاردة. يلا نبدأ عشان ما اطولش عليكم في البداية. بسم الله توكلنا على الله. يا رب اجعل الصعب سهل بإذن الله. نبدأ بسم الله توكلنا على الله. تعالوا النهاردة بكل بساطة احنا هنشرح كام كلمة كده. عندنا واحدة اسمها must، واحدة have to، وهنعرفوا ايه الفرق بينهم. has to، don't have to، doesn't have to. تعالوا نبدأ بسم الله وأفهمكم التركيبة ماشية ازاي. بإذن الله توكلنا على الله. أول قاعدة عندنا must. must ليها كذا استخدام. تعال نبدأ بأول استخدام. أول استخدام ده بيتكلم عن قوانين عامة، يعني عامة على كل الناس مش على فرد، عامة على كل الناس. وخد معايا ملحوظة ان بالنسبة للقوانين العامة دي بيبقى الفاعل بتاعها جمع. الفاعل غالبا بيبقى جمع. تعال اديك مثال نفهمه. بيقول لك درايفرز، السواقين. درايفرز اس جمع. درايفرز must follow the traffic rules، يعني السواقين يجب عليهم ان يتبعوا قواعد المرور. مش دي قواعد وقوانين، وانا قلت لك غالبا هيبقى الفعل بتاعها جمع. لما تشوف درايفرز السواقين، لما تشوف students الطلاب بيتبعوا، خد على طول must. تمام. تمام. تشوف passengers المسافرين بيتبعوا يبقى لما تشوف فاعل جمع خد must. تمام. دي بتاعت القوانين العامة. اللي بعدها نقرأ السؤال الثاني. بيقول المثال الثاني to drive a car، لكي تقود سيارة. one معناها الإنسان أو المرء. one must get a lance first. عشان تسوق سيارة لازم كل شخص ياخد رخصة. لانس يعني رخصة الأول. ده طبعا قانون عام. انت عشان تسوق سيارة لازم هتاخد رخصة، من غير الرخصة مش هتعرف تسوق. يبقى ده قواعد عامة عشان تسوق سيارة. one يعني كل فرد لازم ياخد رخصة الأول. تمام. المثال اللي بعده بيقول لك ايه when driving، أثناء القيادة you must always stop at the red light. يعني بيقول لك أثناء السواقة must انت لازم دايما تتوقف عند اللمبة الحمراء بتاعت المرور. ودي قاعدة عامة اني لازم تقف. قاعدة وقانون عام ما فيهوش اي تفاصيل. عند القاعدة والعامة لازم تاخد ماست عشان انت لازم هنا تتوقف. وخد بالك معايا اني بعد ماست بيجي الفيرب في الانفينيتيف يعني في المصدر. والقاعدة دي كلها اللي بعديها بيجي الفاعل في المصدر في الانفينيتيف. تمام. تمام. ده اول حاجة عرفناها، قواعد عامة ماشية على كل الناس. تمام. اللي بعده الالزام الداخلي. ايه الالزام الداخلي؟ اللي هي اسمها feelings، يعني المشاعر الداخلية. ودايما دي هتلاقيها مع I أو we. دايما هتلاقيها مع الضمير I أو الضمير we. ودي دايما هتلاقيها ده إحساس داخلي كده، يعني بشخص. يعني مثلا إيه مثال؟ تعالى بيقول لك we must
buy a present of علي is your birthday. يعني بيقول لك نحن يجب علينا ان نشتري هدية لعلي في عيد ميلاد علي. فهنا جمع، وانا قلت لك غالبا لما هتشوفها مع وي او اي اسمها earning، مشاعر داخلية، فدي ليها علاقة مع اي وي. اهو المثال اللي بعده بيقول لك ايه: I must work hard for the exams next week. يعني بيقول لك انا يجب علي ان اذاكر بجد عشان الامتحان الاسبوع الجاي. دي حاجة انت مشاعر، عليك امتحان بكرة، فانت مشاعرك انك لازم تذاكر. هنا علي ده واحد صاحبنا، فمشاعرنا ان لازم نجيبوا له هدية. فهنا مشاعر، احاسيس. تمام. تمام، يبقى هاخد معاها ماست. الاستخدام الثالث لماست نصيحة قوية اللي هي اسمها سترونج ادفايس، نصيحة قوية. والنصيحة القوية غالبا بتبقى من شخص لطبيب، يعني من مريض لطبيب. يعني الطبيب هينصحك والعيان او المريض هيقول له تمام. اديك مثال، وغالبا من شخص لطبيب. لما اقول لك you must drink milk، انت يجب عليك انك تشرب لبن، ماشي، ده في عندك A و B. الدكتور بيقول له انت يجب تشرب لبن ليه؟ it's good for your health، عشان مفيدة لصحتك. راح رقم بي قال له ايه؟ اوكي دكتور، اوكي دكتور. يبقى هنا المريض عنده مثلا عيا، فهو الدكتور بيقول له انت يجب عليك انك تشرب لبن علشان مفيد لصحتك. راح المريض قال له تمام يا دكتور. يبقى لما تلاقي مريض ودكتور، خد دي نصيحة قوية، strong advice. اوكي اوكي. او مثال تاني برضه نصيحة قوية، ودايما النصيحة هتحسها ان هنا بتأدي انك لو ما عملتهاش هتتضر. يعني مثال تاني، بص: you must wash your hands before you eat. يعني بقولك انت لازم تغسل ايدك قبل ما تاكل، فانت لازم تغسل ايدك قبل ما تاكل. فدي strong advice، دي نصيحة، انا بنصحك، لانك انت لو ما عملتش كده هتتضر. تمام. تمام. يبقى لو من شخص مقرب او من طبيب لمريض. تمام، اكتبها معايا، من طبيب لمريض دي ركز فيها قوي. تمام، ان دكتور وواحد مريض وبيتعالجن. تمام. تمام. الاستخدام الرابع وهي دعوة حارة، اسمها warm invitation، دي بالانجليزي. warm invitation دعوة حارة، ودي اعرفها ازاي؟ ودي من اسهل واحدة فيهم. دي لما يعمل دعوة فرح، لما يتكلم عن حفلة، فرح، زيارة أكل، شرب، يبقى بدل يتكلم عن دعوة فرح أو زيارة أكل وشرب خدها must. تعالى نقرأ. بيقولك you must come and try mommy's food, I am sure you will take it. يعني بيقول لك أنت يجب إنك تعالى وتعالى دوق الفود بتاع ماما، الاكل بتاع ماما، وانا متاكد ان هيعجبك. وانا قلت لك ان لما يتكلم عن حفله او عن زياره او عن اكل وشرب، يجيب سيره الاكل والشرب، خد ماست اللي هي الدعوه الحاره. هنا بيتكلم بيقول لك انت يجب انك تعالى دوق اكل ماما وانا متاكد ان هيعجبك. المثال الثاني بيقول if you are still in Egypt، يعني بيقول لك لو انت في مصر you must attend my when it know what you're my closest friend. يعني بيقول لك لو انت في مصر انت يجب عليك تحضر حفلتي. my when it يعني حفلتي، انت تحضر حفلتي ليه؟ قال لك you are my close friend، يعني عشان انت صديقه المقرب. وانا قلت لك ان هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الحفلة. هنا بيتكلم عن ايه؟ عن الحفلة. وتمام، وبدل اتكلم عن الحفلة يبقى هاخد دعوة حارة، يبقى ماست. تمام. تمام. بعدين ده الاربع استخدامات بتوعت ماست. قوانين عامة يبقى الفعل بتاعها جامع، والالزام الداخلي بيبقى لازم مع الفعل اي او وي. النصيحة القوية من شخص لطبيب، من طبيب لشخص. الدعوة الحارة لما يتكلم عن دعوة فرح او زيارة او اكل وشرب. عندك حاجة تاني في السؤال، ماست اقدر استخدمها كده، استخدامات ماست خلصت.
في كام حاجة هاخدهم إضافيا. في ماست في السؤال ممكن أسأل بماست عادي، بس بسأل في حالة اللوم، العتاب، النقد، الضيق. ازاي؟ تعال اوريك في المثال. Must you keep doing noisy? It's annoying. هنا بيقول لك هل انت هتستمر في الضوضاء؟ It's annoying. it's annoying. هنا الضيق، هنا متضايق. يبقى هنا لما يتكلم عن في السؤال خد بالك ان في هنا علامة question. يبقى في السؤال مع ماست بتيجي وعادة هل، مفيش اي مشاكل. فهنا في ماست اقدر استخدمها في السؤال بس في حالة النقد او الضيق او اللوم. هنا انا بلومه، انا متضايق. It's annoying. انا متضايق. وبتساوي كلمة annoying في upset بمعنى متضايق. تمام. يبقى بدل لو جاب لك جملة وبيقول لك هل انت هتستمر it's annoying متضايق، لو اعطاك كلمة من كلمات الضيق او فهمت من الجملة ما يوحي بكده، يبقى خد must بس في حالة السؤال. تمام. عندي الحاجة اللي قبل الأخيرة في المجهول. يعني في المعلوم must بيجي بعدها المصدر الانفينيتيف مفيش أي مشاكل. أما في المجهول أخدها إزاي؟ بص شكلها في المجهول بيبقى المفعول، وزي ما متفقين إن المفعول بيبقى غير عاقل، زائد must بتصريف ثالث. واحفظها على طول قاعدة ثابتة في اللغة الإنجليزية، بدل قلت لك مجهول يبقى لازم فيها تصريف ثالث اللي هو البارت بورتيسيبل اللي هو البي بي. تمام. تمام. وبدل قلت لك مستمر يبقى لازم فيها فيرب مضاف له اي ان جي. خلينا احنا في المجهول دلوقتي. يبقى المجهول بتاع ماست تاني مفعول ماست بتصريف ثالث. تمام. تعال المثال. Your mother must be helped with the housework. يعني بيقول لك أمك تساعدك، أمك بتساعدك في عمل الواجب المنزلي. هتيجي تسألني تقول لي يا مستر هو مش الأم دي عاقل؟ هقول لك كلامك صح. وانت يا مستر لسه قايل لي ان الام تبقى غير عاقل، ازاي الكلام ده؟ لا هو صح عاقل. تعال بص معايا، بس هنا بص معايا. انت هنا امك صح عاقل وماست بي بتاعك. بص بعد هيلب في مفعول؟ مفيش مفعول. يبقى وانا قلتها لك في الحل وفي الشرح ان لو مفيش مفعول تبقى الجملة مبنية للمجهول. يبقى هنا الام هنا مفعول وليس فاعل عشان هنا مفيش مفعول. تمام. ده الشكل بتاع المجهول بتاع must. تمام. تمام. اخر حاجة في must وهي شكل او تركيبة، وركز لي فيها قوي ويا ريت تتحفظ، دي هتتحفظ. تعال بص معايا. التركيبة ايه؟ It is a necessity أو must for يجي بعدها ضمير مفعول أو ضمير فاعل وبعديهم to والinfinitive المصدر. ودي تركيبة. بص معايا خد بالك إن a must عندك it is يا a necessity يا a must. وخد بالك إن a must ما بيجيش بعديها must الأولى، ما بيجيش بعديها to. must يجي بعدها المصدر على طول. أما هنا necessity must دي بقيت اسم بمعنى الضرورة. يبقى it is must دي بقيت اسم وبمعنى الضرورة. تمام. تمام. وبيجي بعديها فاعل وتو والمصدر، ودي تتحفظ. تمام. تمام. كده must يا باشا خلصت. تعالى ندخل على have to. بتساوي has to بتساوي need to بتساوي needs to بتساوي have got to و has got to. كلهم بس بنفس بيساووا بعض، وكلهم بستخدمهم في الإلزام الخارجي. يعني إيه إلزام خارجي؟ يعني حاجة مفروضة عليا، حاجة لازم أعملها. بس خد بالك حاجة مفروضة عليا بس في قواعد وقوانين بس محددة. قواعد وقوانين محددة. يعني تعال بص، وبيجي بعدهم كلهم المصدر. بص معايا. لما أول مثال بقول لك you have to warm uniform in school، يعني هنا بيقول لك انت ايه تلبس زي موحد في المدرسة. هنا اجبار انك انت لازم تلبس زي في المدرسة، في المدارس في زي، فده اجبار، انت مجبر.
مش هتقدر تعمل حاجة فيه. تمام، يبقى الزي بتاع المدرسة ده إجبار. تمام. مثال تاني. My father has to go to work at 6 a.m. tomorrow meeting. الأب بيذهب للعمل الساعة 6 صباحا بكرة، اجتماع بكرة. برضه أنا مضطر، الأب مضطر ليه؟ لأن هنا اجتماع بكرة ده حاجة محددة، ولازم مضطر إن ينزل وإلا هيضطرد. تمام، يبقى هنا إجبار، إلزام وقع عليك من الخارج. اللي بعده. I have to pass the driving tests to get a license. هنا بيقول لك انا هنا انا لازم اعمل الاختبار، لازم اجتاز الاختبار عشان احصل على رخصة. طبعا انت هنا لو ما عملتش الاختبار بتاع القيادة مش هيدوك رخصة، وكده انت مجبر على كده. فانت ما عملتش اختبار التست ونجحت فيه، يبقى انت مش هتاخد الرخصة. المثال اللي بعده بيقول لك he has to buy the bills on time. bills دي معناها الفواتير. هنا برضه انت مجبور انك تدفع الفواتير في الموعد. on time يعني في الموعد. فواتير النور، فواتير المية، انت هنا برضه حاجة مجبور عليها انك تدفعها. تمام، لانك ما دفعتهاش هتتعرض لمخالفة. تمام. المثال اللي بعده. ندى has got a message from her family. يعني ندى تلقت رسالة من أسرتها. She needs to reply soon or they will start to worry. يعني بيقول لك ندى دي تلقت رسالة من أسرتها، هي مضطرة، محتاجة إن ترد عليهم دلوقتي او هم هيبداوا يقلقوا. هي مضطره ليه؟ عشان قال لك هم هيبداوا يقلقوا، لو ما ردتش كده هيبداوا يقلقوا، فهي هنا مضطره ان ترد عليهم عشان ما يقلقوش. تمام. فهنا have to has to needs. وخد بالك ان هتقول لي يا مستر متى اخد have مع الفاعل المفرد، has مع have مع الجمع، و has مع المفرد، we need برضه مع الجمع، و needs مع المفرد، وكلهم بستخدمهم في الإلزام الخارجي، حاجة أنا مجبور عليها، مفروض عليها. يعني لما أروح الزي بتاع الشركة أنا لازم ألبس الزي لو أنا شغال في شركة. تمام، زي المدرسة، فدي حاجة أنت مضطر عليها. تمام. عايز أنا دلوقتي أنفي بتاع أنفي الهاف تو هاز تو نيدز تو، عايز أنفيهم، عايز أقول أنا مش مضطر أعمل الحاجة دي. النفي بتاعهم ركز معايا فيه don't أو doesn't have to. don't أو doesn't have to، ودي معناها أنا ليس مضطر، أنا مش مضطر أعمل كده. مثال بيقول لك I don't have to get up early tomorrow. It's a holiday. يعني بيقول لك انا مش مضطر اصحى بدري بكره عشان اجازتي. طبعا انت مش مضطر تعمل كده. مثال تاني زي ما بيقول لك هل انت مضطر تصحى بكره المدرسه بدري وانت بكره الجمعه؟ لا، فطبعا مش مضطر، انت بكره الجمعه فمش مضطر تصحى المدرسه بدري، فده اجازه، فانت هنا حاجه انت مش مضطر تعملها. تمام عشان بكره اجازتي فانا مش مضطر ان انا اصحى بدري. تمام حاجه مش مضطر اعملها. تمام. عايز اخد النفي من ده، النفي بتاع have و has to، نفيهم don't او doesn't have to. عايز انفي need to و needs to. النفي بتاع need to needs to هو don't او doesn't need to، بتساويهم needed. يعني النفي بتاعهم don't او doesn't need to بتساويهم needed. وخد بالك ان needed دي ما بيجيش بعدها to، بدون to، يعني بيجي بعدها المصدر على طول، ودي برضه معناها انا مش مضطر. بتساويهم needed بتساوي don't او doesn't need to، انا مش مضطر اعمل حاجه زي كده. يعني
يعني بيقول لك I needed buy bread، انا مش مضطر اشتري عيش. It's a lot of much، احنا عندنا كتير من العيش ده، خلاص انا عندي عيش كتير، مضطر انزل؟ لا مش مضطر انزل. وها needed من غير to، جا بعدها المصدر على طول. تمام. مثال تاني، you needed do the shopping now I do it later. يعني إيه؟ يعني هنا بيقول لك انا مش هنزل اتسوق الان، انا شوية وهعمل كده. I'll do it later يعني انا شوية وهنزل. يعني انا مضطر انزل دلوقتي اتسوق؟ لا، ما هو قال لي انا شوية وهنزل، شوية وهنزل. فدي انا حاجة مش مضطر عليها. انا مش هنزل اشتري عيش عندنا، انا مش هعمل تسوق الان، انا شوية وهنزل. فبدال انت حاجة مش مضطر عليها يبقى هتاخد don't او doesn't need to او بتساويهم needed. تمام. تمام. عندك انا عايز في حاجة تاني، كلمة تاني اسمها had to، وده الماضي بتاع must وهاف وهاز تو. ده الماضي بتاع must وهاف وهاز تو. ودي بستخدمها امتى؟ هنا برضه الزام خارجي، انا مجبر بس في الماضي لازم يديني حاجة بتدل على الماضي. هنا ماضي had to دي ماضي بس لازم يديني عبارة بتدل على الماضي. تمام. اديك مثال برضه الزام خارجي. تمام. لما اقول لك عماد cut his leg، يعني عماد رجله اتقطعت and had to go to hospital for treatment. يعني بيقول لك عماد رجله اتقطعت ومضطر يذهب للمستشفى للعلاج. خد بالك كلمة for treatment دي معناها للعلاج. هنا انا هتقول لي يا مستر هو ما عطانيش كلمة بتدل على الماضي، انا ليه هو ايوه هو اتقطعت رجله فانا مضطر اذهب للمدرسة، مضطر اذهب سوري للمستشفى. ما انا المفروض هاخد هاف تو، ليه هقول لك خد بالك انت عندك الفعل كات ده في الماضي. هتقول لي يا مستر وانت عرفت ازاي ان في الماضي؟ خد بالك ان عماد ده مفرد. تمام. يعني المفروض كنت احط له اس لو في المضارع، خد بالك منها. بدل ما حطيتش اس للفعل قد يبقى ده ماضي. تمام. تمام. عشان كده يبقى الفعل قد ده ماضي، فانا هنا هاخد هاتو عشان هنا انا مجبر، واحد رجله اتقطعت فبالتالي انا لازم هروح المستشفى، مفيش اي اختيار. خد بالك اسمها I have no choice، يعني ما عندكش اختيارات. تمام. تمام. تعالى ندخل على اخر واحدة النهاردة معانا اللي هي mustn't، اللي هي النفي بتاع must نفيها mustn't. تمام. دي ليها استخدام واحد وسهل وبسيط وما تقلقش منه، هو المنع او التحذير. انا بمنعك من حاجة، وبدل انا بمنعك من حاجة يبقى دايما الحاجة دي هتوديك لخطر، لضرر. تمام. تعالى نعرفه. بيقول لك ايه ومustn't بيجي بعدها المصدر، مفيش ومعناها لا يجب. تمام. تمام. You mustn't tell Liz son، يعني ايه you mustn't tell Liz son؟ يعني عايز اقول له انت لا يجب عليك ان تخبرني بالكذب. son ابني ما تخبرنيش بالكذب. انا هنا بمنعه اني ما يكذبش، فهنا ده منع او تحذير، انا بمنع. تمام. يبقى عشان كده خدت mustn't، بمنعه. مثال تاني للإيضاحة، I am taking an early train tomorrow. I mustn't drink too much coffee. يعني بيقولك أنا هاخد قطر بكرة بدري، أنا نقعد هشرب كتير من القهوة. يا حبيبي أنت هتاخد قطر بكرة بدري ماشي، هتشرب قهوة، أنا همنعك. أو أنت لا يجب عليك إنك تشرب قهوة كتير، ده ضرر عليك، القهوة فيها نسبة كافيين وده ضرر عليك، فأنا بمنعك. ما بقول لك أنا لا يجب علي إن أنا أشرب قهوة كتير. تمام. تمام. فهنا منع. مثال ثالث للإيضاحة، You mustn't use your phone while you're driving.
it's dangerous. يعني بيقول لك أنت لا يجب عليك استخدام موبايلك أثناء القيادة، لأن ده أمر dangerous، خطير خطير. تمام تمام. يبقى كده أنا بمنعك، بحذرك، هنا تحذير، هنا أنا حذرتك بقول لك يا حبيبي ما تستخدمش الموبايل أنت وبتسوق. هنا أنا بمنعك، وهنا برضه بمنعك من حاجة انت كلها الحاجات دي هتلاقي عليها ضرر ليك. انا بمنعك او بحذرك فهتلاقي فيه ضرر. تمام. في شوية كلمات لو لقيتهم خد مصنت على طول، زي allowed، be not allowed، او it's against the law يعني ضد القانون، او prohibited يعني المنع، او banned يعني المنع برضه، prohibited يعني معناها المنع او التحذير، او forbidden معناها المنع او التحريم. الكلمات دي لو شفتها خد مصنت على طول وما تفكرش. تمام. اي كلمة من دول illegal يعني معناها غير شرعي، illegal او forbidden معناهم غير شرعي. اي كلمات من الكلمات دي خد على طول مصن بلا تفكير. تمام كده عسل. في برضه شوية تركيبات انا عايزك تحفظهم لي دول. ليه؟ عندك بي ده اللي هو ام از ار، يبقى لو جاب لك isn't aren't. تمام. معذرة. فهنا لما يقول لك be not allowed، it's against the law، be prohibited، دول كل الكلمات دي، و it's forbidden و it's prohibited. الكلمات دي ركز لي على الباند دي مهمة. لو جه بعدهم to يبقى بعدهم الفعل في المصدر. الكلمات دي كلها لو جه بعديها to يبقى الفعل في الانفينيتيف المصدر. تمام تمام. اما لو جه بعديهم ركز معايا في الملحوظه دي، عندك بي برضه banned prohibited forbidden. لو جه بعديهم from، انا قلت لو جه بعديهم to يبقى مصدر، اما لو جه بعديهم for يبقى verb مضاف له ing general، يبقى ال ing. ودي يا ريت تكتبها وتحفظها في كشكولك الحلو. تمام. يبقى لو جاء تو يبقى مصدر، اما لو جاء دول بعديهم from يبقى اي ان جي. وكده نبقى خلصنا معكم شرح ال necessity and obligation يعني الالزام والضروره. فاضل كام تركايه تاني ويا ريت في الفيديو القادم. اتمنى منكم ان اكون افدتكم وانكم تكونوا استمتعتوا معنا، ويا ريت لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا القادمة بإذن الله. ولو الفيديو ده جاب لايك كتير وسبسكرايب باشتراكات بإذن الله هشرح لكم should و shouldn't و ought to و oughtn't to و should have تصريف ثالث، وهشرح لكم الباقي بطريقة سهلة بإذن الله. وكمان هحل معاكم كتاب المعاصر لو الفيديو ده جاب اشتراكات كتير. أنا عارفكم انتوا كنتوا تتحدني. إن شاء الله الفيديو ده بإذن ربنا وبيكم الفيديو ده هيجيب اشتراكات كتيرة، وهحل معاكم كتاب المعاصر. وده انتوا الاشتراكات بتاعتكم دي بتخليني تحفيز لينا عشان نشرح لكم يعني انا الفيديو ده تعبت فيه لغايه ما جمعت لكم القدر ده. فيا ريت اشتراك حلو وكومنت حلو زي حضرتك، واتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم. سلام.